الدقن دي كلها ومش اخوان؟ سعادة الباشا، الاخوان من غير دقون، وفي منهم بدقون. وبعدين من امتى كانت الدقن دي علامة تقوى ولا ايمان؟ لما الكفار كلهم كانوا بدقون، والمسلمين كمان كانوا بدقون. ايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب انت مربيها ليه وبالطريقة دي؟ ما بلاش احراج يا باشا من فضلك. وانا بسألك عن شيء غير ظاهر فيك. ما انت بتقابل الناس كل يوم بالدقن دي. سعادة الباشا، انا قلت لحضرتك قبل كده في التحقيق انه انا ساكن في حارة منتصر المتفرعة من حارة عبد الجليل المتفرعة من حارة مسعدة ام الخلاخيل. شارع وكاشة اسطبل عنتر. ايه علاقة ده بدقن حضرتك طالما انك مش مربيها لأي سبب او غرض ديني؟ مفيش مية عشان احلق يا سعادة الباشا. حضرتك تعرف اين يقع اسطبل عنتر في خريطة جمهورية مصر العربية؟ في جبل المقطم. عمرنا ما سمعنا ان المية طلعت جبل قبل كده يا سعادة الباشا. فسبتها تاخد راحتها. بعد كده ببقى بهذبها بالمقص على الناشف. انت مراوغ كبير قوي. لا، انا بقول لحضرتك على الحقيقة. الصور وانت شفتها كنت في قلب الاحداث. فعلا. ومباحث امن الدولة بتقول انه تم القبض عليك في مساكن المدينة الجامعية مع 2 من زمايلك في جماعة الاخوان. ده حقيقي. عايز تفسير؟ انا كنت جوه الاحداث فعلا، كنت مشارك فيها، وشاركت عن قناعة وبدون تكليف من اي حد. انا كنت متطوع. متطوع؟ متطوع. اي معارضة للحكومة انا معاها على طول. مش فارقة معايا بقى اخوان مش اخوان، مش مهم. اي لمة ناس اعرف انها ضد الحكومة بخش فيها طوال. والسبب؟ والله يا باشا الاجابة على سؤال حضرتك من كلمة واحدة، بس مش بالكلام، بالمشاهدة. تعال عندنا في مرة وانا اعزمك يا باشا في اسطبل عنتر، شارع وكاشة، حارة مسعدة ام الخلاخيل. متفرعة من حارة عبد الجليل منتصر. قلت لك قبل كده بطل مراوغة. فين هي بس المراوغة دي يا سعادة الباشا؟ انا بقول لحضرتك على الحقيقة. سعادة الباشا اللي عايش عيشتنا دي لازم يبقى مع اي معارضة، حتى لو كانت معارضة كدابة، حتى لو كانت معارضة عاجزة عن انها تعمل اي حاجة، حتى لو كانت معارضة فاسدة. عارف حضرتك يا سعادة الباشا اللي عنده وجع في جنابه الاتنين بيعمل ايه؟ انا اقول لحضرتك هو بيعمل ايه؟ بيتقلب على الجنبين، ينام على الجنب ده، وبعد كده لما يريح ينام على الجنب التاني، والقلم وراه. سعادة الباشا احنا عايشين مع الإهمال والفساد والجشع والاحتقار والخوف. احنا عايشين مع الخوف لا جبل مع أي هزة أرضية يبقى كله فوق دماغنا. تعالى عندنا يا باشا في الحتة وانت تعرف انا ليه مع اي معارضة. يا حسين انت مقبوض عليك وسط مجموعة نشطة من الجماعة. ده صحيح يا باشا، انا ما انكرتش، بس لازم برضو يكون عندي صحاب عندهم مية في الحنفيات، عندهم دش بينزل مية. مش معقولة يعني هخش على واحد صاحبي من دول وهو قاعد مع ابوه وامه واخواته واقول لهم السلام عليكم انا صاحبه على فكرة، هخش بس اتحمى واخرج على طول. عايز تصدق الكلام ده؟ وانا مش عايز حضرتك تصدق الكلام ده يا باشا. ليه؟ عشان عايز ابقى مذنب ومدان. برضه ليه؟ ساعات الباشا انا لو خدت حكم ودخلت بيه السجن اكيد العيشه فيها هتكون اكرم واحسن وافضل بكتير قوي من العيشه في حاره منتصر المتفرعه من حاره عبد الجليل المتفرعه من حاره مسعدة ام الخلاخيل. اسطبل عنتر. هل لديك اخبار اخرى؟ كتير قوي، بس يا رب يكون لدى حضرتك وقت عشان تسمعها. انتهت اخبارك. امضي يا حسين.